ازيكم يا جماعة. تحية خاصة الأول للتمانية اللي عاملين لي سبسكريبشن. تحية خاصة لواحد واحد فيكم يا جماعة، على دماغي والله على دماغي، وإن شاء الله اللي ما عمليش يعمل لي، وعلى دماغي برضه. نتكلم سريعا عن ماتش انتر جنوا. انتر بيفوز 2-1، وسيبك بقى من الحتة بتاعت فرقنا 15 نقطة، ومبدئيا ضربة الجزاء مش ضربة جزاء وملهاش أي علاقة بضربة الجزاء. نخلص الحتة دي برضه. خلينا نتكلم إن الفرق الكبيرة ساعات بس بتيجي وقت ما هي متألقة أو حاجة زي كده، تخسر ماتش، تطلع من بطولة، فيقول لك كويس بطولة مش مهمة، مثلا زي انجلترا اف اي كاب، مثلا اف اي كاب، او حتى اللي هي الكاراباو كاب. فايطاليا ممكن يعتبروا كاس ايطاليا، فيجي يقول لك كويس عشان الفرقة تفوق، او ده جرس انذار. الانتر وصل لمستوى ان هو، لا هو النهارده ده جرس الانذار، يعني هو جرس الانذار بتاعه هو بيكسب برضه عادي، بس 2-1. 2-1، وبتشوف الانتر في فرقه مستحوذه عليه كوره. بتشوف الانتر في فرقه بتخلي سومر يلعب ضربه المرمى عاليه ما يبصيهاش. بتشوف الانتر في فرقه كان ممكن الماتش يطلع تعادل معاها عادي، اللي هو ضربه الجزاء. وبتشوف الانتر بيحافظ على نتيجة 2-1 وبيضيع وقت. ده جرس انذار الانتر، وكويس ان هو جه دلوقتي. لان احنا داخلين على ماتش اتلتيكو مدريد الاسبوع الجاي، والفرقة كان لازم تفوق، كان لازم تفهم ان لا، هي الدنيا مش سهلة كده، مش دفع رباعي بقى واربعات في اربعات في اربعات. لو انت مش في يومك عادي خالص، عاشر الدوري ممكن ياخد منك نقط يعني. انت عشان كنت مركز ما كانش حد بيقف قدامك، فلكن فكرت ان انت خلاص، لا الكرة بتدي اللي يديها. جانا النهارده نزل عمل ماتش عالمي، خد اداء وخد احترام، وكان ممكن ياخد نقطة. انتر على فترات، بس يعني هو زي ما نقول جاس انذار للانتر. انتر عنده الماتش الجاي ماتش، مفيش حاجات كتير اتكلم فيها عن الماتش الصراحة. هو الفرقة كانت، يعني باريلا طبعا استثنائي، بس غير كده لو طاروا كان ظهر. يعني الويك اند كان احتفالات او حاجة زي كده. ف بما انه هو دوري بنلعب فيه لوحدنا، فعادي ان يجي لنا منه جرس انذار. التركيز في اللي جاي عندنا ماتش اعتقد ان هو انت ممكن، ما اعرفش هيلعب اساسي ولا لا، بالناس اللي بتاعته. ماتش بولونيا ماتش صعب، يوم السبت الجاي، من اصعب ماتشات الدوري. بولونيا اواي دوت، وطبعا كل الانتراويه فاكرين بولونيا اواي ده من سنتين. كل الناس مش وراها غير ماتش اتلتيكو مدريد. اتمنى ان الانتر يفوق، اتمنى ان انزاجي يفهم اللعيبه وهو نفسه يفهموا ان لا عادي، انت لو ماتش مش في يومك تخسر عادي. وفوز انتر.